لو سمعت قبل كده عن تضخم القلب، يعني القلب متضخم حجمه كبير، اعرف ايه سببه، اعرف ايه علاجه، وانا هقول لك دلوقتي، لان ممكن يكون والدك او والدتك او انت شخصيا عندك تضخم في القلب، وهقول لك تعرف ازاي عندك تضخم ولا لا، وهقول لك ازاي تعرف تعالجه، او تعالجه ازاي، او هو ليه علاج ولا لا. انا في مدينة اسمها سيمباوانج، مكتوب اسمها هنا اهو، ودي مدينة عجيبة، تعرف تشوف فيها الشجر والخضرة والبحر، وتشوف فيها دولة تانية من نفس الدولة، لان احنا هنا قريبين قوي للحدود مع ماليزيا، والمكان هنا رائع وعجيب، ومنطقة كلها ريفية. وحتى لما صليت هنا، منطقة امان قوي، تسيب العجلة بتاعتك، واحد سايب كرسي متحرك بتاعه. تعالوا اوريها لكم واعرفكم ازاي تعرف ان عندك تضخم في القلب، لان في ناس قالوا لي صور لنا من الجزيرة تاني بالنهار. حتى الطيور مطمئنة جدا، محدش بيصطاد هنا الحمام ولا الطيور دي، فقاعدة مطمئنة. شوف انا بقرب منه ازاي لحد ما بقيت تقريبا قدامه، ما طرش الا لما قربت منه، وبرضه عايش بامان وسلام وهدوء. وعلى فكرة تضخم القلب ليه علاقة بعدم الهدوء وعدم السلام وعدم الراحة النفسية. أوه. أول مرة أشوف رمل مع بحر مع سماء مع خضرة، شفتها في إندونيسيا برضو في جزيرة بالي، ولكن المكان بيرتبط بالجو الإيماني اللي أنت هتعيشه فيه. الله. تعال انزل بقى السلمة دي أو الصخرة دي، وبعدين أقول لكم تعرف إزاي إن عندك تضخم، وهقول لك حكايتك في الدنيا ماشية إزاي بالتفصيل. طيب، تضخم القلب معناه إن القلب اللي هو السمك بتاعه كده، شايف كده سيف ايدي السمك بتاعي قد ايه؟ لا، بقى السمك بتاعه دبل، بقى سميك اكتر، زي قطعة همبرجر، قطعة دبل، قطعة كبيرة شوية. فلما عضلة القلب تتضخم دي علامة مش كويسة، زي لما تلعب رياضة فعضلاتك تتضخم، كويس ان عضلاتك تتضخم لانك بتلعب رياضة. وفي تضخم حميد للناس الرياضيين اللي بيلعبوا رياضة، لكن في تضخم مرضي مش للرياضيين، ده تضخم للناس اللي هم عندهم مجهود القلب بيبذله زيادة، فبدل ما بيزق كده بالراحة بيعتل وبيزق جامد، يعني قدامه مقاومة، يعني قدامه بريشر، يعني قدامه ضغط عالي. فلما يبقى القلب قدامه ضغط عالي دي معناها ان في مقاومة زيادة قدام القلب. يعني ايه باختصار؟ يعني ضغطك مرتفع. طب ولما يبقى ضغطك مرتفع ايه اللي يحصل؟ يحصل زي ما قلت لك كده، بدل ما عضلة القلب سمكها كده تبقى سمكها تخين شوية، فبدل ما القلب عامل كده يبقى عامل كده، يبقى تخين، التجويف بتاعه صغر من جوه لانه ربع عضل. وده نتيجة انه بيتمرن. واحد بيزق، لو بيزق عادي كده وقدامه ضغط 120 80 مفيش مشكلة، لكن لو بيزق جامد وقدامه ضغط 170 180 وبقاله سنة 2 3 4 يربي عضلات ويتخن عضلة القلب، ودي تبقى مشكلة لانه بعد شوية بيضعف والانسان بينهج ويتعب. لذلك لو لقيت واحد عنده تضخم في القلب، ودي بتبان في أشعة الإيكو من سمك عضلة القلب، بدل ما السمك من 9 مللي ل 10 مللي 11 مللي تبقى 12 13 14 15، تقول له ده انت عندك ضغط عالي. ولو نزل الضغط التضخم بيروح. تعرف منين ان عندك تضخم؟ تبدا تحس بدقات قلبك اقوى من الاول، تحس بنهجان، وكده كده هتبقى مريض ضغط وعارف انك مريض ضغط، او مريض صمام، الصمام ضيق ما بيفتحش، فالقلب يجي يزق الدم في الاورطه، الصمام الاورطي ما بيفتحش فبيزق بالعافيه، فبرضه مقاومه فيربي عضلات. وساعتها حلها لو في مشكله في الضغط سهل قوي، تنزل الضغط بعد شويه سنه ولا حاجه التضخم يروح، ويعرف ان اللي عنده تضخم ده عنده ضغط بقاله 3 4 5 سنين. بس كنت ساندها على شجره كده وايه اتزحلقت. مفيش حد هيتمرن يومين 3 وفي نفس الوقت يحصل له تضخم، لازم يقعد يتمرن شويه حلوين، يتمرن له مثلا سنه سنتين فعضلاته تتضخم. فكذلك اللي تلاقي عنده تضخم في القلب ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعرف ان عنده ضغط مش بقاله اسبوع ولا شهر، ده بقاله سنين عنده تضخم في القلب، او بقاله سنين عنده ضغط عالي فعمل له تضخم في القلب. بس